عمار العزكي. من حقي كيمني أن أقول عمار العزكي لا يمثل اليمن، ومن حق كل يمني حر عنده غيرة على دينه وحمية على كرامة بلاده أن يقول عمار العزكي لا يمثل اليمن. وهذه رسالة لك يا عمار العزكي. بدأت شهرتك بتلاوة القرآن وكانت تجارة مع الله، ثم بدأت بالإنشاد، ثم بدأت بإضافة الموسيقى على الإنشاد، ثم بارت تجارتك وأصبحت مغن مستأجر. فيا عمار، لا يمثل اليمن من يتمايل خلف الشاشات وينشر الرذيلة ويتنقل بين أفخاذ النساء ويبث الأخلاق الغربية بدعوى الانفتاح لمجتمعنا المحافظ. اليمن كان ولا زال بلد طيب لا يقبل إلا طيب، وشعبه محافظ يعتز بهويته الدينية، وتضرب بنا الأمثال. فإذا ذكرنا اليمن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، وشهد لنا التاريخ على مر الأزمنة. ذكرنا الأحقاف وعاد وثمود وإرم ذات العماد والسيل العرم والبلدة الطيبة وسبأ وبلقيس. ذكرنا الأوس والخزرج والمقدام المدجج والركن اليماني. ذكرنا الصحابة والتابعين والعلماء والأولياء وقادات الجهاد. ذكرنا الوقار وبلد الفقه والاعتبار. فيا عمار، لا يمثل اليمن إلا من سار على نهج هؤلاء الأخيار. طبعا يا جماعة الخير، الأستاذ عمار كنا نعشقه، أغرانا بأغنية حبي لها. هذه الأغنية يعني لامست قلوب اليمنيين، تمام. وأغاني عمار العزكي كلها كانت يعني تراث اليمن. فجأة الذي صدم الشعب اليمني كامل بالكليب حقه هذا. أما أنه صدمنا صدمة بعنف. أستاذ عمار، أنت عند شعب غير مؤهل للانفتاحات هذه. الشعب باين تقدك كله شعب. انت متابعينك كلهم من اليمن، متابعينك كلهم يمنيين، ما بش معك متابعين اجنبيين، كلهم متابعينك يمنيين. يعني هم باين تقدوك وباين ينزلوك لا تحت الصف. حاول انك تعدل الامور شويه، لانه هذا المنبر مش لايق كيمني. انت كيمني تلبس لك اجنبيه، تلبس صنعاني يفعل صح فؤاد عبد الواحد طبيعي ولا حد اي حاكي. اغاني خليجي وافعل مشتهي. اما يمني ولبس يمني وتراث يمني تبين للعالم ان التراث اليمني هكذا. ما ينفعش يا استاذ عمر، كلنا نحترمك ونعزك، ولكن هذا الشيء اللي بتسويه انت غلط، والله انه غلط. والشعب اليمني غير مؤهل للانفتاحات هذه. اي ينتقدوك كلهم وهم بيرفعوك وهم بينزلوك.